اطف حقك يا اخي، اعتذار لك ما قبلت اعتذاره لان كرامتك ما تسمح. قال صلى الله عليه وسلم: امرني ربي بان اعفو عمن ظلمني وبان اعطي من حرمني وبان اصل من قطعني. مو بالعبره ان نعيش مسلمين وبس، العبره ان تعيش فينا هذه المبادئ اللي اصبحنا ما نشوفها في الناس. لا تحزن لما اقرب الناس يؤذونك وانت اللي تحسن لهم، لا تحزن، انت ما تدري لعل الله اختارك تكون من المحسنين. الاحسان منزله الله ما يعطيها لاي انسان، الاحسان ميزه لا تمنح الا لانقياء القلوب، فلا تحزن. احترم الانسان لو انك احتقرت هندامه، انت ما تدري وش هي ظروفه. كم من الناس هي راقيه ملابسهم، فخمه مجالسهم، لكنك تحتقر نفسك من تجالسهم. يا ليتنا نحترم من الانسان تلك النفس لا اللبس. راح يجيكم يوم تفتكون مني يا رب اموت، كلمات الاسف نقولها لما نعصب. قال سيدنا يوسف لربه: يا رب جعلتني في السجن طويلا، فقال الله: انت من طلب السجن فاعطيناك، ولو طلبت العافيه لعافيناك. فيا اخوان، قبل لا تدعون على انفسكم الموت تفكروا. الكل منا يحرص انه يحصل تقرير خلوه من الامراض، ومن قال ان هذا التقرير صحيح؟ العافيه ما هو في تقرير كتبه لك طبيب، العافيه في عافيه قلبك من الحسد، مش عافيه شرايين وضغط وسكر. ارجع وافحص عدل. لا يوجد اكثر ايلاما من ام عانت من قسوه الزوج ووضعت كل احلامها في ابنائها واللي رعتهم بكل جوارحها، من كبرت تفاجات بان من يرعاها هي خادمه، لا حد يحتاج بظروف هالزمن ولا غيره. البر هو اعلى درجات الاحسان ولا يؤتى لاي انسان. امشي على هالارض بهون وتواضع، فكم تحتها ناس هم ارفع منك. عش طيب الذكر ولا تحتقر حد، فكم من حي بين الناس ميت وكم من ميت بين الناس ذكرى حي. تواضع يا اخوي.